بيحصل بقى ايه؟ ان الايجو بيخش يشخصن الامور. يعني ايه الايجو بتاع مثلا؟ هنتكلم هنا عن اليانج خلاص، لان هم الاطراف الهاربه في الحياه ديت خلاص. الايجو بتاعهم هيخش يشخصن الامور. يعني ايه؟ يعني هيشوف التوأم العيب انتوا عندكم انتوا، اوكي؟ هيشوفكم ان انتوا الغلط انتوا اللي فيكم، انتوا مالكم بتحبوا على نفسكم كده ليه؟ او انتوا مزيفين، او انتوا مش حقيقيين، او انتوا تشيزي. عارفين لما تقولوا ده الناس دي تشيزي كده؟ هو التشيزي اللي هم ملزقين كده في الحب. فاهمين عايزه اقول ايه؟ مع ان الاصل الحب يا جماعه ده حاجه، ده انتوا، احنا مخلوقين من الحب. ده ربنا اساس الحب يعني. فتوائم شعلة كمان ده انتوا الاساس بتاعتكم رسالتكم حب، فده طبيعي جدا. وهيشوفوا الاطراف الثالثه ان ده ايه؟ ده هما كده الحقيقه، هو كده مش الفيك، مش اي حاجه خلاص. لحد ما يتوجعوا مره في مره في مره في مره، فيبتدوا يشوفوا ان لا ده. وهنا على فكره في توائم شعلة هيوصلوا لمرحلة ان الجسد المشاعري بيبوظ للنهاية، بينتهي الجسد المشاعري ده. يعني بيفضلوا ساكتين، لان اليانج عندهم حاجة خطيرة بصراحة. اليانج عندهم صبر، هما بيصبروا جامد جدا، وده غلط على فكره. يعني انتوا كأن بتبقوا بتحركوهم شويه وبتعملوا توازن في الحته دي. بيصبروا على على اشخاص وعلى مواقف مش المفروض انهم يصبروا عليها خلاص. وبيبقى عندهم expectations ان يمكن الدنيا تختلف قدام، او يمكن احنا العيب فينا. ما هو خلوا بالكم هم عندهم عدم استحقاق لسه موجود، هم ما تشافوش منه. فهو على طول الايجو هيروح مطلع لهم ايه؟ نقبل بالقليل. ما هو مين اللي هيقبل بينا اصلا على طول؟ بس طبعا مش هيبقى بيقولها لكم بالطريقه ديت خلاص. لا، هو هيبقى بيجيب الغلط عليكم انتوا كيان، عشان يمسكوا في الطرف الثالث. فاهمين عايزه اقول ايه؟ فالايجو ما يطلعهمش بره الكومفورت زون خلاص. فالمهم هو الايجو بيعمل ايه؟ هو الايجو بيبقى يا جماعه هو بالنسبه له انتوا جايين له، هو بيبقى شايف ان التوأم جايين له بسيستم مختلف عنه خالص. فهو بيبقى حس ان انتوا بالنسبه له فيروس جايين تخشوا كده عليهم بافكار جديده، بمعتقدات جديده، بطريقه حب اللاف لانجوج هم مش متعودين عليها. فبيقلقوا، بيخافوا، فبيفروا. اوكي؟ بس فبيطلع عندهم بقى الميكانيزم بتاع الدفاع بتاعهم غير بقى. انا عايزه اقول لكم برضو ان من ضمن الخدع اللي اليانج في الحياه دي بيتخدعوا فيها، والتلاعب بيتم بيها في بتوائم الشعلة، ان هما بصوا يا جماعه، في ناس عندها لما الهارت شاكرا بتكون مقفوله خلاص، بيقول لك الناس دي مالها تشيزي كده ليه خلاص. يبقى الحق بيبقى باطل، والباطل بيبقى حق، تزييف الامور خلاص. فده اللي بيحصل، ان هما ايه؟ بيفتكروا بقى ان الطرف الثالث يبقى هما كده ما بيدوش حب كتير وبيدوا اللي هو بينقطوا حب بالتنقيط، فاهم؟ وبيدوا اللي هو هتديني دي هديك دي، مش هتديني دي مش هديك دي. فهم بيفتكروهم ان هم كده مقدرين نفسهم اكتر، حابين نفسهم اكتر، مهمين عنكم اكتر، او ان هم مقدرين روحهم، يعني اللي هو يعني كقيمة اعلى. فاهمين عايزه اقول؟ شايفين الخداع بيبقى عامل ازاي؟ فهم يعني هم مش الايجو للاسف مش بيخليهم يشوفوا ان الحته دي معناها ان القلب مقفول عند الطرف الثالث. فهم مش هيدوم حب، لان هم اصلا ما عندهمش حاجه اكتر من الحبه الصغيرين اللي احنا اتكلمنا فيهم. فاهمين عايزه اقول ايه؟ لا، بيفتكروا ان ده من كتر ما هم مقدرين نفسهم بقى، وحاجه عاليه قوي، وحاجه مش عارفه ايه، يبقى هم دولت كده كويسين، وبيجروهم وراهم. مع ان الحقيقه ان الطرف الثالث مش زيكم، انتوا بتروحوا وتيجوا وتروحوا وتيجوا، وانتوا ممكن تقعدوا بالسنين ما يعرفوش حاجه عنكم، وانتوا ما تعرفوش حاجه عنهم، ولكن انتوا هما ما بيمسكوش. لكن الطرف الثالث على فكره مختلفين. الطرف الثالث لما بيخشوا بيفضلوا موجودين لحد ما الكارما بتاعتهم تتفك خلاص، عشان تعرفوا. بس برضو من ضمن التلاعب اللي بيحصل، انتوا لو هما الطرف الثالث اختفوا، هما مش هيفتكروهم اساسا. خلينا اقول لكم الموضوع ده. انتوا هما فاكرينكم في طرف ثالث، مفيش طرف ثالث، هما فاكرينكم. ده غير الاتصال اللي ما بينكم اساسا، غير التبادل الطائي. فاهمين عايزه اقول ايه؟ فبرضو من ضمن الاختلافات ان احنا لما بنتشافى بنشوف الحقيقه زي الحقيقه الصح يا جماعه. ان انا الهارت شاكرا مفتوحه، بعبر عن حب، بعبر عن اللي انا عايزاه، بطلب اللي انا عايزاه، بحب في اللي قدامي عادي جدا، وبدي الاحتياجات للي قدامي. مش ان انا بتلاعب بمشاعره، مش ان انا ابقى مستنيه من اللي قدامي يعمل اللي انا عايزاه، اوكي،
علشان احبه واديله اللي هو عايزاه. على فكره دي كده طاقه ذكوريه، عشان كده بقول لكم ان الاطراف الثالثه كمان هم طاقتهم الذكوريه بتبقى اعلى منكم كين. خلاص، دي حاجه اسمها توجيه. خلاص، توجيه يعني ايه؟ توجيه يعني انا ببقى مستنيه، انا ببقى في حاجه عارفه ان انا ليا منفعه فيها، اوكي، فانا بوجه اللي قدامي يروح يعمل الحاجه دي عشان انا اخد المنفعه. حاجه كده فيها تلاعب من تحت لتحت، ده اسمه توجيه، طاقه ذكوريه. غير لما انا ابقى انا ملياش اي منفعه خالص، وانتوا كأن مع توائمكم كده اهوت. زي ما قلت لكم، هو ربنا منزلها بالطريقه دي عشان توروهم الانكشافات فتساعدوهم على التشافي. خلاص، انتوا ما بيبقاش ليكوا، انتوا كلكوا كأن انتوا مثلا لما بتقابلوا توائمكم، حتى لو بتبقوا عايزين تساعدوهم بتساعدوهم حتى لو في شغلهم من غير ما تاخدوا اي حاجه، انتوا مش فارقه معاكم اساسا. وده ما بيكونش في التصور بتاعكم، يعني ما بتبقوش بقى قاعدين هناخد منهم ايه، هيجي لنا من وراهم ايه، ما فيش اي حاجه من الحاجات دي خالص. هو ربنا مش خالقكم بالطريقه دي. خلاص، فاللي بيحصل ايه الصح؟ الطاقه الانثويه بقى، الطاقه الانثويه يا جماعه بتحتوي. خلاص، الطاقه الانثويه بتستقبل، بس هي بتعرف كمان تحتوي. خلاص، بتعرف ان هي بتدي، بس عطائها برضو في يعني ايه، يعني من غير مصلحه. فاهمين الفرق ما بين الطاقه الانثويه والطاقه الذكوريه؟ عشان تعرفوا انت امتى بنقلب طاقه ذكوريه وامتى بنقلب طاقه انثويه. لو انا ليا مصلحه في حاجه وعايزه اللي قدامي يعمل الحاجه دي وانا ليا مصلحه فيها، ده اسمه توجيه، طاقه ذكوريه. لو ملياش مصلحه فيها، طاقه انثويه. خلاص، الاطراف الثالثه عندهم الطاقه الذكوريه وعندهم التوجيه. لازم هتلاقوا حته لازم يا جماعه هتلاقوا عندهم حته ليهم مصلحه في الموضوع. هم اصلا مش هيعملوا حاجه ومش هيخلوا التوائم يروحوا لحته ملهمش مصلحه فيها، تاكدوا من الموضوع ده. اوكي، هو اللي بيحصل ان هو الايجو للاسف بيخلي ايه، بيعمل تغليف للحقيقة بشكل غلط. يعني ايه؟ يعني بيخلي اليانج يفتكر ان انتوا عشان انتوا بتدوا حب يبقى انتوا مدلوقين، يبقى انتوا هتعملوا كده مع كل حد. عارفين الطريقة دي؟ او ان انتوا مش حاسين بقيمتكم، او ان انتوا سهلين. عارفين كل الافكار اللي انا قاعده بقولها لكم ديت؟ هتفهموا اكتر، طبقوها بقى على السيناريوهات عندكم، هتفهموا القصص عندكم عامله ازاي. خلاص، الاطراف الثالثه ما بيعملوش كده اهوت. الاطراف الثالثه بيحسسوهم يعني ان هو لازم يتعبوا قوي ويجروا وراهم قوي، مع انه الاطراف الثالثه بيبقوا قاعدين لهم. خلوا بالكم، بصوا، ما هي دي التلاعب. هم ما بيبعدوش عن التوأم خالص. على فكره ما بيبعدوش، هم اصلا طاقتهم دي بيبقى موجهينها كلها للتوأم، وده اللي احنا بنسميه السحر. ان هو ولان السحر بيتعمل ازاي؟ لو حد انتوا مش مركزين او مش واخدين بالكم، وحد موجه لكم نوايا سلبيه، زي مثلا حد موجه لكم ان انا هتجوز الشخص دوت، خلاص، وانتي مش في بالك، حد مصر ان هو هيتجوزك، بتحصل هو حاطط عليكي طاقه سحر وانتي مش مدركه. لحد ما عشان كده دايما اقول ايه يا جماعه، اقطعوا قبل ما تناموا، اقطعوا كل الاحبال الطاقيه والفكريه والاثيريه مع كل الناس، اقطعوها. وحتى مع التوأم، لان كده كده انتوا ما تخافوش. انتوا يا جماعه علاقتكم دي محميه، ده انا بقول لكم انتوا من حياه الحياه. العلاقه دي بيقودها ربنا اساسا، ده حاجه تانية خالص. واللي بعدكم ده مش عشان ربنا بعدكم، اللي بعدكم لو انتوا دلوقتي مش مع بعض، تاكدوا ان ده اصلح سيناريو اصلح سيناريو ليكم في الفتره دي، لان في كارما لسه انتوا متحامين منها. لما هتكلم واحكي لكم عن قصة الين هتفهموا حاجات كتير قوي يا جماعة، هتفهموا كل حاجة. يعني حاجات اسئلتكم هتتوضح حاجات. عايزة اقوله الحقيقة بقى ان انتوا انتوا اللي بتبعدوا. خلاص، الاطراف الثالثه ما بيبعدوش، لكن في نفس الوقت هما دايما بيلعبوا على الحته دي، بيحسسوهم ان هما لازم يتعبوا علشان ياخدوا الحته، لان هم اصلا من هم صغيرين اتعودوا على ان هم الحياة صعبة والدنيا صعبة، وان هم لازم يقدموا كتير قوي عشان يتقبلوا وعشان يتحبوا وعشان ياخدوا حب قد كده هوت. فاهمين عايزة اقول ايه؟ فهم اتعودوا خلاص بقوا يشوفوا ان الحاجة الصعبة دي حاجة حلوة، اللي صعب المنال ده حاجة كده في قيمتها فيها. فاهمين؟ ده حاجة كده هوت، يعني ده اعلى حاجة. كمان بيحسسهم ان انا كل ما اجري اكتر واتعب في الحاجه اكتر يبقى انا مستحقه لحاجه اكتر، فبيحسسهم ب... ب... بسلام داخلي، بيحسسهم ان هم كده يعني بيرفع تقديرهم لنفسهم اكتر.
لانهم بيحسوا انهم تعبوا على حاجه اكتر. انتوا بقى عكسكوا خالص، انتوا اصلا لان دوركم وعقدكم مختلف تماما عن عقد ودور الاطراف الثالثه. شنطه ادواتكم غير شنطه ادوات الاطراف الثالثه. خلاص، هدفكم مع التوأم غير هدف الاطراف الثالثه. خلينا اقول حاجه، انتوا بتبقوا فاكرين ان الطرف الثالث موجود، سواء بقى انتوا الطرف الثالث دوت قديم جديد ما مش فارقه. انتوا بتبقوا فاكرين ان الطرف الثالث دوت موجود علشان هيسعد التوأم. خلاص، انتوا فاكرين كأنه عقاب ليكوا انتوا وهيسعد التوأم. في مرحلة ما هيبقى فيها حتة كده كارما عليكوا خلاص، عاليين في الحياة ديت، هشرحها قدام حتى يعني هاجيلكوا فيها. اوكي، ولكن الحقيقة ان حتى وانتوا عليكوا كارما، فهم برضو وجودهم مع الطرف الثالث كارما. وانتوا بتبقوا فاكرين هم سعداء، ده هم بيعكسوا لكم الحته ديت. انتوا بتعرفوا الحته دي سوشيال ميديا غالبا. خلاص، وان الحياه بتبقى العكس خالص، ده هم بيبقوا عايشين ايام يا جماعه. وانا عارفه انا بقول ايه، عشان انا شفت وعندي ناس بيبقوا في انفصال، بس هم قدام الناس احنا زي الفل، احنا تمام، عشان محدش بيشوفوها، محدش يشمت فينا. مشاعر العار بتضرب على طول عندهم. مشاعر العار يا يانك، انتوا محتاجين ستات ورجاله. انتوا فانا كنت بقوله لكم ايه، فانتوا لان انتوا بالنسبه لهم انتوا سهلين، انتوا متاحين، انتوا موجودين، انتوا على طول بتدلعوهم، انتوا على طول بتدوهم، انتوا مش عايزين حاجه منهم. فهم كده ما بيحسوش ان هم مستحقين، لانهم ما بيحسوش ان هم تعبوا في الوصول ليكم. لحد ما يحصل ايه، لحد ما انتوا تقرروا ان انتوا تقولوا ستوب. هنا بقى انتوا وصلتوا لقمه التشافي بتاعكم. وستوب يعني ستوب. ستوب يعني حط حدود صحيه، ومهما لو حصل ايه وتقرروا ان انتوا تتخلوا تماما. هنا الطاقه بتاعه العلاقه كلها بتتغير، ويبتدوا هم يدوروا عليكم مش فاهمين ايه اللي حصل، ويبتدوا هم يعملوا مقارنه ما بينكم وما بين الطرف الثالث، ويفهموا ازاي هم ضيعوكم، وازاي هم كانوا فاهمينكم غلط. فاهمين عايزه اقول ايه؟ في حاجه نقطه عايزه اكد عليها. بصوا يا جماعه، مسمى الطرف الثالث. خلاص، الطرف الثالث في علاقه توأم شعلة فقط. كلامي ده انا بس بتكلم فيه في علاقه توأم شعلة. علاقه توأم شعلة فقط يا جماعه. الطرف الثالث دوت انتوا الاساس، مين؟ الين واليانج، لان انتوا نازلين انتوا الاتنين مع بعض. خلاص، فاي حد هيخش ما بينكم، حتى لو كان، اسمعوا بقى مني، حتى لو كان انتوا في الحياه ديت التوأم كان متجوز او انت كنت متجوزه وقابلتوا توائمكم، خلاص، فالطرف الثالث برضو اللي انتوا متجوزينه. انا عارفه ان الكلام ده هيكون صادم، ولكن هو ده من ضمن التلاعب اللي حصل للاسف في كل الحيوات اللي فاتت. خلاص، زي ما قلت لكم يا جماعه، انتوا هتكتشفوا ان انتوا من حياه لحياه انتوا الاثنين الكي بلاير، وانتوا الاثنين اللي بتنزلوا بالكرامات بتاعتكم، وانتوا الاثنين بتنزلوا بتعيدوا نفس الاختبار، وانتوا الاثنين بتنزلوا الاثنين اللي بتحبوا بعض. خلاص، ف ف ف وانتوا الاثنين البلو برينت بتاعتكم واحده. اوكي، بصمه الروح. خلاص، فعشان كده في علاقه توأم شعلة فقط يا جماعه، وانا باكد عشان انا برضو هتكلم على حته التلاعب من ناحيه تانية. انا جاي يعني ناس جولي وعايزه اكد على الموضوع ده. في علاقه توأم شعلة فقط ان لا، نحط بقى المسميات واضحه وصريحه. الطرف ثالث، اي حد هيفرق ما بين التوأمين بالنسبه لي، ومش هيفرق معايا خالص الوقت التوأمين اتقابلوا امتى، هيبقى اسمه طرف ثالث. خلاص، وهيبقى الطرف الثالث دوت تاكدوا ان هو داخل في الحياه دي بسبب حاجه اتعملت في كارما من الحياه اللي فاتت. تاكدوا من الموضوع ده، ملهاش اي احتمالات تانية. خلاص، وعليكم ان انتوا تحلوها في الحياه ديت. اوكي، عشان الدين ما يزيدش اكتر. طيب، بره علاقه توأم الشعلة، بره العلاقه دي يا جماعه، لا، الطرف الثالث بيبقى مين؟ الطرف الثالث لو مثلا يعني واحد وواحده اتقابلوا، اوكي، وهم كانوا اوريدي متجوزين، لا، الطرف الثالث انتوا اسمكم الطرف الثالث. مش علاقه توأم الشعلة، ما بتكلمش هنا على التوائم خالص يا جماعه. فرقوا بقى ما بين الحاجتين دولت. خلاص، لان للاسف برضو الفتره اللي فاتت كان جاي لي ناس انا عارفه من الطريقه بتاعتهم هو مش توائم شعلة، يعني هما جايين لي عشان عارفين لما هما بيحاولوا يلاقوا مبرر لعلاقتهم. من الاخر انتوا متجوزين ومتضايقين من علاقات من جوازاتكم انتوا الاثنين، يعني فاهمين قصدي، وشوشو بيلعب معاكم، ما مش هنهرج يعني. فانتوا بتحاولوا تلاقوا اي مخرج واي حاجه. لا، واجهوا نفسكم، واجهوا الحقيقه، اعرفوا انتوا ليه
علاقتكم مش ماشي، جوازكم مش ماشي. انا هنا مش بتكلم يا جماعه عن توائم شعله خالص، انا نقلت على الناحيه التانية خلاص. انا نقلت على الناس اللي هو مش توائم شعله. انتوا محتاجين تواجهوا، بدل ما تبصوا بره، بدل ما تعرفوا علاقات في بره، اعرفوا انتوا ايه المشكله بالظبط عندكم، وهل مشكلتكم ديت سواء انتوا الرجاله او انتوا الستات ينفع انها تتحل ولا ما تتحلش. خلاص. لكن ف فاهمين قصدي؟ انا هنا بفرق. لكن توائم الشعله انتوا كيس تانية خالص. توائم الشعلة هتتقابلوا وانتوا متجوزين، هتتقابلوا وانتوا مش متجوزين، اسمها طرف تالت. اوكي، حبيت اوضح الحتة دي عشان كله يبقى واضح. تمام. وعشان كمية التلاعب بقى، انا الاوان احنا بقول لكم ان هي عشان كده بقول لكم الحياة دي اول حياة، النقط على الحروف كتيرة جدا بتتحط، والتلاعب بيقف. واول حياة تقدروا تبتدوا تعرفوا منها كل حاجة. انتوا مين، اصلكوا ايه، كان ايه اللي بيحصل قبل كده، ايه اللي المفروض يتعمل. خلينا برضه اقول حاجه بالنسبه لموضوع الاطراف الثالثه، ان هم جزء من شغلهم على نفسهم في الحياه دي. ده لو هم اللي خلوا بالكم ما اصلا بيكونوا مش في الصحوه الروحيه، ان هم يتطوروا. فيتطوروا يعني ايه؟ يعني يشتغلوا على حته الايجو بتاعهم، يشتغلوا على حته هم ليه بينتقدوا. خلوا بالكم الاطراف الثالثه بيبقى عندهم حاجه، هم مش باصين على الصندوق الاسود بتاعهم، هم مركزين وباصين على الصندوق الاسود بتاعكم انتوا، بتاع التوأمين وبتاع اليانج. خلاص، عشان يضعفوهم اكتر، وعشان يضعفوكوا طبعا اكتر. خلاص، فيسبب البعد اكتر. لكن هم لو فكروا يبصوا على الصندوق بتاعهم، هم هيكتشفوا حاجات كتير صعبه جدا. وهم في الحياه دي، عشان كده بقول لكم هم في الحياه ديت المفروض موازنه الكارما الصح يعني ان هم يبتدوا يفهموا الدروس بتاعتهم، وان هم يبتدوا يعرفوا هم ليه حياتهم عامله كده اهوت، وليه مش قادرين يبصوا في الصندوق الاسود بتاعهم هم، وباصين على الصندوق بتاع التوازن. واننا بقى ان احنا بنتكلم عن توازن الطاقتين مع بعض. خلاص، طاقه الذكوره والانوثه. انتوا عارفين يا جماعه الست لما بتكون متوازنه بجد، طاقه الموازنه ومتصله بنفسها ومتصله بالراجل اللي جواها. خلاص، يعني فاهمه بالظبط امتى بحط الحدود، امتى بستقبل، وامتى بدي، وكل الكلام ده. انتوا عارفين بتبقى طالبه ايه من الراجل؟ الحقيقه ان هي بتبقى بجد بتبقى عايزه، الست المتوازنه بتبقى عايزه راجل، مش بس راجل متوازن، هي بتبقى عايزه راجل يعرف ازاي يقود العلاقه. خلاص، الست اللي ما بتكون متوازنه يا جماعه هي كده كده اوريدي بتبقى في حياتها وفي شغلها بتبقى في طاقه ذكوريه. خلاص، فان الاوان انها في حياتها بقى اللي هي العلاقه بتاعتها بتبقى عايزه تستمتع انها ست، بتبقى عايزه تتبسط ان هي عايزه تعيش بقى طاقه الانوثه بتاعتها. خلاص، بتبقى بتدور على راجل يعرف يحتوي الحته ديت. يعني ايه؟ يعني هو يعرف ويقود العلاقه، بس يقود عن طريق ان هو عن طريق حكمه، عن طريق ان هو بياخد رايها، عن طريق ان هو بيبقى جراوندد، بنسميه يبقى راجل جراوندد كده هوت. خلاص، مش ان هو بيقود انا بثبت نفسي وانا راجل وانا وبشده وبدومينيشن. لا، على فكره ده على ما يبقى الراجل بيعمل كده تاكدوا ان طاقته غير متوازنه اساسا. خلاص، هو بيعمل كده عشان بيخبي على حاجه لسه جواه، بيخبي على ألم، بيخبي على ان هو لسه ضعيف، بيخبي على حاجه مش متشافيه فيه. اوكي. لكن الست اللي بجد لما بتبقى متوازنه، لا، هي بتبقى عايزه راجل هو يقود العلاقه، بتبقى عايزه راجل بيحترمها، بيعمل لها حساب، وبيقدرها ومقدر وجودها، وبياخد طبعا رايها ومديها حريتها، لان الحريه بتبقى مهمه، وبالذات عند الين يا جماعه، رجاله وستات. هو ربنا خالقها كده اهو. خلاص، يعني ربنا خالق الين حريه مهمه جدا بالنسبه لهم، والست عامه الحريه بالنسبه لهم بتكون مهمه. خلاص، والراجل لما بيكون متوازن هو ما بيلاقيش اي تعارض ان هو يديها حريتها، لانه بيبقى واثق من نفسه جدا. تمام. ادي من ناحيه الستات، عشان في للاسف رجاله بيفتكروا ان الست بتبقى فرحانه عايزه الراجل اللي هي تمشيه على كلامها، ولا الكلام ده غلط خالص يا جماعه. الست لما بجد بتكون متشافيه وعامله شغلها ومتصله وكل شيء، بتبقى عايزه راجل هو يعرف يقود العلاقة، راجل هو من الاخر هو يبقى الامان. تمام. كده كده هي لما بتبقى متشافية بتبقى هي بتعرف تحمي نفسها، وبتعرف تحط الحدود الصحية وكل شيء، ولكن هي عايزة راجل، هي عايزة بارتنر معاه. اوكي. فيبقى يعرف ازاي يبقى فيه الامان، ان هو يوفر لها الامان، يوفر لها الحماية، يوفر لها الحدود الصحية، يعني ما يخليش حد يتعدى حدوده عليها. فاهمين عايزة اقول ايه؟ كرامتهم يعني من كرامة بعض. تمام. الناحية التانية بقى، الراجل لما بيكون فعلا متوازن، عارفين بيبقى عايز ايه؟ الراجل مش عايز واحدة تخدمه، مش عايز واحدة تبقى بتساعده،
مش عايز واحدة طبعا تبقى ند ليه. هو الراجل لما بيبقى فعلا متوازن هو بيبقى عايز واحدة تحتوي، عايز واحدة تعرف تستقبل اللي عنده، عايز واحدة بتعرف لما يديها تعرف تستقبل. خلاص. كمان بيبقى عايز واحدة تساعده ان هو يتواصل اكتر مع الطفل الداخلي بتاعه، يتواصل اكتر مع نفسه مع روحه. ليه؟ لان ديت اصلا طاقة انثوية. الحركة دي، ما ده اللي بقول لكم يا جماعة، الطاقات لما بتتوازن بتستمتعوا في العلاقة الزوجية، بتستمتعوا اصلا في الشراكة ما بينكم. يعني الدنيا بتبتدي تشوفوها بطريقة تانية خالص. طبيعه الطاقه الانثويه ربنا خالقها كده اهوت. خلاص. هي عشان كده بقول لكم هي المتصله بربنا اكتر، الاتصال. وهي اللي مهتمه بالتفاصيل. على فكره الطاقه الذكوريه بتهتم بالصوره الكبيره فقط، هما ما بيعرفوش يشوفوا الصوره الصغيره. فانتوا عشان كده مثلا لو رحتوا تجربوا كده تقولوا لهم، لو مثلا ناخدوا رايهم في لبس او لون، هتلاقيهم يقولوا لكم ايه؟ هيقولوا لكم دوت. قولوا لهم مثلا دوت لون ايه، هيقولوا لكم ده لبني، ده موف. لكن انتوا الطاقه الانثويه ده لون لافندر، ده لون ده لون منت، ده لون مش عارفه ايه. هتجيب لهم بقى التفاصيل اللي هو ما بين اللون الازرق واللون اللبني فيه 600 الف لون تاني هتطلعوهم. الطاقه الانثويه كده. انتوا ربنا خلقكم كده. الطاقه الانثويه مهتمه جدا جدا بالتفاصيل. الطاقه الذكوريه ما بتفهمش في التفاصيل، ما يعرفوهاش. عشان كده هو برضو جزء منهم ما بيبقوش عارفين يتواصلوا مع نفسهم. فاهمين عايزه اقول ايه؟ عشان كده فاكرين ما كنت بقول لكم الين اللي هم الرجاله اللي عندهم المطاردين، اللي هو الطاقه الانثويه دي صفه حلوه ربنا حاططها. الراجل فعلا لما بيكون متوازن هو محتاج واحده تساعده ان هو يكتشف نفسه اكتر، يكتشف قوته، يكتشف حتى لو هيكتشف اماكن ضعفه يعرف ازاي يعمل الشفت، يعني يحولها لقوة، يكتشف، يتعرف على روحه اكتر. هو ده الاساس يا جماعه. ده الاساس. مش ان هي تبقى هي اللي بتديله، ولا هي اللي بتصرف عليه، ولا هي اللي بتساعده، ولا هو بيعرف يعمل كل الحاجات دي. هو مش عايز واحده تحميه، هو مش عايز واحده تخدمه، هو مش عايز اي حاجه من الحاجات دي خالص. هو عايز يستمتع بشكل تاني، بشكل مختلف. و وعشان كده ان لما انتوا بتبقوا الطاقه الانثويه، الست لما بتكون متشافيه بتعرفوا تنقلوا الرجاله. انا دايما اقول يا جماعه البارتنرز مهمين جدا. عشان كده في القران لو تلاحظوا انتوا في القران بالذات ان كلمه زوج ما بتتقالش على اي حد اتنين متجوزين. يعني مثلا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ازواجه بيتقال عليهم ازواج. خلاص. ولكن مثلا هتلاقوا امراه العزيز ما تقالش انها زوجة العزيز. خلاص. لانهم مختلفين فكر، مختلفين طاقة، مختلفين مشاعر كده. هتلاقوا برضو في امرأة فرعون. خلاص. مختلفين. فهنا مش، عشان كده دايما اقول مش كل اتنين متجوزين يبقوا اسمهم ان هم ازواج. لا، لانهم بيبقوا مختلفين. وفعلا الاختيار الشريك يا جماعة مهمة جدا جدا جدا. مع الوقت هتكتشفوا اليانج في الحياة ديت هم جزء من الكارما بتاعتهم، ان هم هيعرفوا ان مش اي علاقة يقدروا يخشوا فيها، ومش اي حد ينفع ان هو يبقى شريك حياة. لان ده ليه؟ ده بسبب كارما من حياة سابقة هتكلم فيها هنكمل يعني قدام، هكمل لكم الكلام. ده ليه علاقة بحياة فاتت. خلاص. يعني ده من دروسهم في الحياة ديت ان هم المفروض يتعلموها. اوكي. انا دايما اقول البارتنر ده يا بيعلي يا بيوطي، سواء انتوا بقى كنتوا انتوا الرجاله ولا انتوا الستات. فعلا يا اما خلوا بالكم حاجه، لو انتوا عندكم نوايا توسع، او توسع في الشغل او في الحياه او في ايا كان، او كارير، وانتوا التوأم مش التوأم، الشريك الحياه ما عندوش النوايا ديت، او قلقان منكم، او خايف حتى لو بيحبكم، فهو هيبقى عنده نوايا بنسميها نوايا معاكسه. خلاص. فهيبقى وانتوا مش مركزين او مش واخدين بالكم ان هم عندهم النوايا ديت ليكوا، لان هم مثلا ممكن يبقوا بيحبوكوا فعايزين يسيطروا عليكوا، فمش عايزينكوا تبانوا او تظهروا اكتر. خلاص. او تكبروا، لان هو يبقى خايفين ان انتوا تتغيروا عليهم مثلا. خلاص. هيعمل ايه؟ هيحد من التوسع بتاعكم، هيحد من النجاح بتاعكم. فهيبقى كده هو بياخدكم وينزلوا. يعني فاهمين انا بتكلم قصدي في ايه؟ ففعلا شريك الحياة او شريكة الحياة انا بشوفهم ان هما فعلا يا بيعلوا يا بيوطوا يا جماعة. يعني مهمة جدا جدا جدا.
عايزه اقول برضو كمان ان الراجل لما بيكون واثق من نفسه ومتوازن وموازن الشكرات بتاعته ومنظفهم وموازن طاقته، على فكره ما بيقلقش من الست، يعني مش بيقلق من مراته انها تبقى ناجحه، بالعكس هتلاقيه بيشجعها، مبسوط. ومش لازم انها تكون شغاله معاه في نفس الكارير، ملوش اي علاقة، بالعكس هو فرحان اصلا ان هي ناجحة، فرحان ان هي بتكبر، فرحان انها ليها كيانها كده هوت. زي ما هي برضو هتبقى فرحانة جدا ان هو لو هي متوازنة خلاص، متوازنة ومتشافية وعاملة اللي عليها ومتصلة بذاتها وبكل حاجة، هتلاقيها ان هي بتساعده جدا ان هو يكبر في شغله، يكبر في نجاحاته، ومش هتبقى قلقانة. الافكار بقى بتاعت ان هو يتجوز عليا، يشوف في نفسه، يعرف بنات، مش كل ده هيختفي اصلا. بالعكس هي اصلا هتبقى عايزاه تساعده ان هو ينطلق اكتر، يتوسع اكتر في شغله، هيبقى عايزاه يظهر اكتر، لان هتبقى شايفه ان نجاحه، هما الاتنين نجاحهم من نجاح بعض. انتوا كل ما هتشدوا في التشافي بتاعكم، كل ما ثقتكم بنفسكم هتعلى جدا خلاص، والشكرات بتاعتكم هتتفتح والثقه بالنفس هتعلى. فلما بتعلى هتكتشفوا ان انتوا اصلا مش محتاجين ان انتوا ترسموا او يعني خلينا نقولها بالطريقه البسيطه، تتنفخوا على الناس خلاص، او ان انتوا الايجو بتاعكم يبقى متضخم، مش هتحتاجوها اساسا، ولا هتحسوا ان انتوا فيها حاجه تقلل منكم لو انتوا اتعاملتوا مع الناس بطريقه بسيطه. لان اولا انتوا هتبقوا باينين بحقيقتكم، فانتوا مش محتاجين اقنعه تخبوا فيها او تستخبوا من وراها، دي اول حاجه. تاني حاجه كمان ان انتوا هتبقوا شايفين ان كده كده احنا لما بنتشافى الكون ده بيتصدر، يعني دوت الانعكاس بتاعنا بقى في الخارجي، ان هتلاقوا ناس بتحترمكم جدا من غير ما تعملوا اي حاجه. فانتوا عرفتوا ليه؟ لان انا برضو بلاحظ ان في حاجه مفهومه غلط، فكره ان انا ابقى بتعالى وبرسم نفسي عشان الناس تحترمني، لا، انا بحط حدود، انا بحط فلتر كده بيني وبين اللي قدامي، لان انا من جوايا كده ده معناه ان انا خايفه اتشاف بحقيقتي، خايفه الناس تعرف ان انا ضعيفه من جوايا، خايفه الناس تعرف ان انا مش مستريحه في حب نفسي، مش مستريحه في التعبير عن روحي، لان انا اصلا شايفه نفسي ان انا ما استحقش ان انا اتحب. فاهميني البوينتس ديت انا بتكلم فيها ايه؟ فانتوا كل ما هيعلى التشافي بتاعكم، كل ما هتطمنوا اكتر ان انتوا من جواكوا ده انتوا شخصيه كبيره وعظيمه ومليانين قدرات، بس انتوا زي ما قلت لكم قبل كده انتوا الماس اللي عايز يتلمع وموجودين في الارض، فانتوا بس كل اللي هتعملوه ان انتوا هتلمعوه. فاللي انا عايزه اقوله ان لا، مش معنى السهل الممتنع، مش معنى ان انا حد بشرح وبوضح نفسي وبوضح ان انا بحب او كده يبقى انا كده ماليش معايير، او ان انا معاييري مش عاليه. ده بالعكس، ما هو ده بقى الخضه اللي هم بيستغربوها وبيستغربوكوا جدا بعض التشافي، ان هم بيشوفوكوا بقى على حقيقتكم، اوكي؟ فبيبقوا مستغربين هو انتوا ازاي ما كانوش شايفين كل الحاجات ديت فيكوا، وازاي هم انخدعوا قبل كده، اوكي؟ وزي ما قلت لكم هو في الصوره الكبيره الروحانيه الكبيره قوي كل ده بيكون مقصود عشان التشافي يكمل، وعشان كل حد عليه كارما تخلص خلاص. لكن في الصورة الصغيرة احنا لازم يعني نفصص كل حاجة عشان تبقوا فاهمين اللي بيحصل في العلاقة دي طبيعتها بتمشي ازاي. غير برضو حاجة ان ودي بقى التركات بتاعت الشخصية عشان تبقوا برضو عارفين ان وده الخداع اللي انا بشوفه برضو، اوكي؟ وجزء منه بصراحة موجود بسبب الخريطة الفلكية الميلادية بتاعتكم انتوا، يعني كواكب معينة بيبقى لها الافكت او التأثير دوت، بس هي بصراحة في كواكب يا جماعه زي نبتون ده انا بعتبره، بص هو كوكب خطير. هو انا ما يعني انا مش قادره اقول عليه بس تلاعب، لان هو عنده حاجات حلوه جدا. الجذب عندكم لما بتبقوا متشافين يا خرابي بتبقوا غراب، يعني اللي هو ما شاء الله اي حاجه بتجذبوها هوا، وفي نفس الوقت قبل التشافي بيعمل لكم كده، هو دي مشكله، اوكي؟ لما في الحلقه بتاعه الخريطه الفلكيه هنفصص اكتر موضوع الاتصالات بتاعه الكواكب وهقول لكم بالظبط. فالمهم يعني اللي بيحصل ايه مثلا في الحياه دي، اساسا اليانج هو في الحياه دي هو الهارب. اليانج مثلا هيبقوا هنا شايفين الاطراف الثالثه ايه، لانهم بيتعاملوا من فوق، فبيفتكروا ان هم عندهم معايير عاليه، واليانج اتعودوا على كل حاجه صعبه، وتعودوا ان الحاجه الصعبه يبقى هي ديت الاحسن. واحنا عندنا مثل كده مشهور ان مفيش حاجه حلوه بتيجي بالساهل، عارفين الطريقه دي؟ لازم نتعب ونكد ونحس ان احنا في كده في شرف ان احنا تعبنا في ان الحاجه تجيلنا.
وهو ده الاختلاف برضو تاني ما بينكو، او الخداع بصراحة ما بينكو وما بين الاطراف التالتة. انتوا بتبقوا سهلين، بتبقوا بسطاء، بتبقوا واضحين، فده كل ده بالنسبة لهم بيخوفهم اكتر، وفي نفس الوقت بيفتكروا ان انتوا كده بقى مع كل الناس. فعارفين عارفين الطريقة دي، لان انتوا ما بتبقوش عاملين حدود صحيه في الفتره دي. انتوا ما بتبقوش اصلا عارفين يعني ايه حدود صحيه بقى والكلام ده، وده طبيعي على فكره، ما تتخضوش يعني. وانا قصدي ان انا افسر قوي كده هوت عشان اليانج يبقوا عارفين ايه اللي بيحصل، والين كرجاله وستات برضو تبقوا عارفين ايه اللي بيحصل، فتبقوا قادرين تفهموا بعض وتفكير بعض، فتعرفوا توصلوا انتوا واقفين فين في مرحله. باينه يعني، هي بصراحه هي باينه كمان قوي في الاجيال اللي طالعه. الاجيال اللي طالعه برغم ان هم عندهم ذكاء جدا، هم اذكياء قوي، والمفروض ان احنا الوعي بتاعنا ابتدى يزيد، ولكن برضو هم عندهم لما تقعدوا تتكلموا كده معاهم ولا حتى كلام بسيط، هتحسوا فعلا ان هم، او حتى هم صغيرين، البنت واخده دور الراجل او الولد، والولد داخل واخد دور البنت. بتعمل حاجات مش المفروض ان هي اللي تبقى بتعملها، ومع ذلك هي شايفاها ان هي كده هو بيعتمد عليها، دي مصدر فخر ليها، وشايفاها كأنها مديها قيمه جدا، مع ان هي قيمتها مش انها تبقى واخده دور ذكوري يعني. للاسف احنا عرفتوا ليه انا بقول لكم ان كل حاجه داخله في بعض، وعمال نور وتوائم شعلة بالذات وبالاخص انتوا عندكم دور مهم جدا في الحته دي، بالذات مع الاجيال اللي طالعه جديده جدا، بالذات لان الطاقه الذكوريه، انا يعني اول مره تقريبا ابقى بتكلم بكده، بس احنا في الحلقه بتاعت الين هتكلم على الكارما بتاعه الطاقه الانوثه. خلاص، هقول لكم دلوقتي كده بسرعه، احنا داخلين هيبقى في كارما على الطاقه الذكوره. ليه؟ لانهم وصلوا لمرحله ان هم اتحولوا بس الاي تي ام، وقبلوا بالوضع ان هم يبقوا اي تي ام خلاص، ونسيوا خالص حته ان احنا ب... بنتسكى، اللي هو بزكي نفسي، بحته الروحانيه بتاعتنا، بشتغل على نفسي، بشتغل على التشافي، بطور من روحي، كل ده اتنسى. وقبلوا على نفسهم انهم يتلعب بيهم في الحته دي، قبلوا على نفسهم الادوار الماديه البحته اللي ما فيهاش اي روح بصراحه. انا عايزه اقول لكم، انا بصوا يا جماعه، اتفرجوا على الحيوانات والطيور عامه حوالين الكون عشان تعرفوا بس الفطره الاساسيه اللي ربنا خالقها بتبقى عامله ازاي. هتلاقيهم هم يعني تقريبا احنا الوحده، الانسان او البشري الوحيد اللي لعبنا في الفطره السليمه بتاعتنا اللي ربنا خلقنا بيها. خلينا الست تبقى راجل والراجل هو يبقى ست، يعني الطاقه الذكوريه دخلت خالص في الطاقه الانثويه، والاتنين بوظوا الدنيا. انتوا لو لاحظتوا اصلا هتلاقوا دايما ان لما بيحصل جواز بالنسبه للطيور او الحيوانات، الراجل هو اللي بيتقدم للست. خلاص، كمان هو اللي بيفضل يعمل حاجات كتير قوي عشان يلفت انتباهها، وعشان هي تختاره وتتجوز بيه. احنا بقى لعبنا في كل الكلام ده. تمام، اقول لكم على حاجه، انتوا عارفين الانثى بتاعه النسر بتختار جوزها ازاي؟ انا اصلا لما قريت القصه كنت قاعده كده بقراها، بجد هي حلوه جدا وعميقه جدا. بصوا بقى بتختار ازاي. اولا هي بتاخد غصن من شجره، اوكي، وبتطير فوق عالي جدا جدا جدا، اوكي، يعني فوق. وبعدين اول ما يتجمع عليها اللي هم النسور اللي هم الذكوره، بتبتدي تعمل ايه؟ تروح موقعه الغصن بتاع الشجره. بتفضل تعمل العمليه دي كتيره جدا جدا وما بتزهقش، يعني هي بتفضل تعمل كده اهو. والنسر اللي هو اكتر نسر فيهم، اللي هو ما بيزهقش وما بيملش، وبيفضل كل شويه هو يروح ينزل يجيب لها الغصن الشجره، او يطلع لها تاني ويعيد تاني ويفضل كده اهو. هو ده اللي هي بتتجوزه. انتوا متخيلين هي بتعملوا امتحانات قد ايه؟ يعني هي مش اي حد كده هي بتخش معاه، لا ده بصوا الامتحانات، وبصوا الصبر اللي هي بتختار بيه الشخصيه مش الشخصيه اللي هي بتختار بيها جوزها يعني. المهم بقى ان هما بعد كده بيعملوا ايه؟ خلاص، هي لما بتختاروا هما الاتنين بيطيروا برضو، بينقوا حته بتبقى عاليه او حته تكون امان. خلاص، وبعدين بينتفوا الريش بتاعهم هما الاتنين، بينقوا الحتت الريش الناعم، علشان هو دوت اللي بيبنوا بيه العشه بتاعتهم وبيتولد فيها الاطفال. بصوا كمان التربيه بتعمل ايه، سبحانك يا رب يعني فعلا. مهم ان هما خلاص طول ما خلفت، فهم ما خلفوا بياكلوا عادي، بياكلوا اولادهم يعني. اول ما يحسوا ان خلاص اطفالهم ده وقت والميعاد بتاعهم ان هم لازم يعلموهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، بيعملوا ايه بقى؟ اللي هو النسر الراجل بيبتدي يفضل يهز كده هوت في العش بتاع الاطفال علشان الريش كله يقع.
اوكي. فيبقى العشه مش مريحه للاطفال. وفي نفس الوقت هي بقى الانثى بعد ما كانت بتاكلهم بقت بتجيب الاكل تقعد تتفرج بتفرجهم عليها، وهي بتاكل وهي بتاكل وما بتاكلهمش، عشان تعودهم وتحفزهم ان هم ايه، يقرروا ان هم يطلعوا بره الحته الكومفورت زون بتاعتهم ويطلعوا بره العشه، ويبتدوا هم يدوروا يروحوا يجيبوا الاكل. وفعلا ده اللي بيحصل، ان هم يبتدوا هم طبعا مش لسه عارفين يطيروا، فبيروحوا يقرروا ان هم يطلعوا من العشه، يبتدوا يطيروا، بيقع النسر الابيض بيلحقهم. بيحصل الموضوع ده كتير جدا، لحد مع الوقت بيتعودوا ان هم ي... بيتعودوا ان هم يطيروا. شوفوا سبحان الله، ربنا خالق كل حاجة عاملة ازاي.